السلام عليكم واحلى تحية حب لحم متابعين. عندك ربع كيلو لحمة، هنعمله احلى صينية بطاطس باللحمة المفرومة بربع كيلو لحمة، وغدوة حلوة جدا وان شاء الله تعجبكم. سهلة وجميلة وبسيطة، وان شاء الله هتاكلوها بألف هنا وشفا. حلوة جدا وان شاء الله تعجبكم بإذن الرحمن. ولو عجبكم ما تنسوش بقى اللايك والشير والاشتراك في القناة بإذن الرحمن عشان يوصلكوا كل جديد. نشوف مع بعض كده هنعمل ايه في البطاطس بتاعتنا الجميلة دي. مقادير مش كتير وهدفنا التوفير، ان شاء الله تبقى جميلة من ايديكم. محتاجين اي طبعا عندي كمية بطاطس اللي انا هستخدمها تكون وسط طبعا كده وسط مية علشان وبتقشريها وبتحطيها في ميه ومعلقه صغيره جدا من الخل عشان تفضل معاكي نعملها زي الشيبسي كده عشان احنا مش هنرمي اي حاجه معاكي. احنا بنوصل. انا بعملها زي الشيبسي رفيع جدا، تبقى جميله الحته جدا اللي بشيلها اي حاجه من البطاطس علشان طبعا انا اللي انا بطلعه ده مش هرميه طعمه احلى من البطاطس نستخدمه عشان طبعا كل اللي جوه هدفنا التوفير. البطاطس بتاعتي بشيل الحته اللي فوق المقادير مش كتير وهدفنا التوفير. احسن تمام يا بنات. وبطلع كل البطاطس طبعا بتصوريه كده زي كوسه او بتنجان وما ما تقطعهاش. هدول كده التانية ماشي وما نقطعهاش علشان تبقى جميلة. في ناس بتحمرها قبل ما نعملها كده، يعني تحطوا زيت وتحمروها نص تحميرة وبتطلعوها على فوطة او منشفة او مناديل بتاعة المطبخ تصفى. انا مش هستخدم لها تحمير. لو انتوا حابين تحمروها هتحمروها، اوعوا ترموا اللي احنا طلعناه ده. طبعا هنعصج اللحمة، وتعصيج اللحمة بحتة زبدة على معلقة زيت بحتة سمنة بمعلقة من الدهنة لو بتحبوها تدي طعم حلو. وبتقلبوا كمية البصل المبشورة او المتقطعة صغير لغاية ما يدينا اللون الذهبي الفاتح. تقلبوا لغاية البصل بتاعنا. انا مكترة البصل، وساعات بضيف بشر جزر بيخليها مسكرة وجميلة وحلوة جدا. ببشرها بجزراية صغيرة كده وببشرها بالمبشرة رفيع جدا. وبعد كده ايه بحطها بعد اللحمة او قبل اللحمة، مفيش اي مشكلة، هي بتاخدش سوا خالص. وبضيف عليها اللحمة بتاعتي. وطبعا اللحمة هنقلبها كده كويس لغاية ما تستوي معانا. ما نحطش على اللحمة اي حاجة الا لما تستوي. تمام. لما بتستوي نحط عليها السبع بهارات او البهارات اللي احنا بنحبها، ورشة جوز الطيب بتدي طعم حلو جدا، الملح بتاعنا والفلفل الاسمر. طبعا خلاص استوت معايا اللحمة، هنحط عليها الفلفل الاسمر والملح وجوز الطيب واي بهارات بتحبوها بتضيفوها خلاص بعد ما استوت كده. تمام. ونسيبها بقى على جنب تبرد. ممكن نضيف عليها معلقة من الصلصة لو حابين، لو مش حابين ايه كده حلوة. تمام كده. او الجزر لو انتوا حابين تضيفوا الجزر برضو بتضيفوه، وتقلبوا تقليبتين وبتشيلوها من على النار. وممكن كمان حاجة تانية، ممكن تضيفوا البشر اللي احنا طلعناه من البطاطس او برضو عليها كده، وبتسووه شوية
في قلبها بيبقى طعمه خطير، بيبقى ممكن تاكلوه كده كمان. تمام. اول حاجة كده هنعمل الصلصة محتاجين 4-5 فصوص توم، نص معلقة من الزبدة او السمنة، او زبدة وسمنة، زبدة وزيت، اي حاجة بنحبها ونفضلها بنضيفها. والثوم مهروس او متقطع صغير جدا، برضو بنخليه لغاية ما يحمر لون ذهبي خفيف. وطبعا بنحتاج صلصة، انا عندي صلصة مفرزاها قبل كده وعامله لكم فيديو ازاي تفرزوا الطماطم لما نحتاجها. بنطلع منها، نكون مستعجلين نروح مطلع منها كيس، نسيبه يفك شوية ونروح مفضينه. زي ما انتوا شايفين طماطم جميلة جدا. طبعا مش هقول لكم انضف واحلى من بره، طبعا اكيد اكيد احلى من ايديكم، وبتعملوا الحاجة بايديكم كويسة جدا. طبعا مع الصلصة يفضل تكون عليها رشة من السكر. انا كده اصلا طبعا قبل ما افرزها بحط عليها سكر، فخلاص هحط عليها الملح بتاعها والفلفل الاسمر. لو حابين تحطوا ماجي، انا عامله لكم برضو الفيديو بتاع مرقة الدجاج تعمليها في البيت. كل حاجة ان شاء الله المتابعين بتوعي هيعملوها في البيت، محدش هيشتري حاجة من بره، بس خلوا انتوا بقى عندكم وقت وهنعملها مع بعض. طبعا البطاطس بعد ما تقوريها كده بتحطيها في ميه عشان ما تصفرش معاكي. يفضل تخلصي كل حاجه وتقوري البطاطس على طول. وطبعا تدهني الطاجن او الطاسه او الحاجه اللي انتوا هتعملوا فيها او الصينيه ماده دهنيه، وتحشي البطاطس بتاعتك اللحمه المفرومه كده بالشكل ده. طبعا ما بتزيدش زي الرز، فهندك يعني نمليها جدا اللحمه المفرومه عشان تبقى طعمها حلو كده وجميل. واوعوا ترموا قلنا البطاطس اللي احنا طلعناها، انا حطيتها في قاع الصينيه، ولو فاضل حبه لحمه مفرومه بضيفهم برضو تحت في قاع الصينيه، بيدي طعم حلو جدا. احنا بنسيب البطاطس اللي فوق وبناكل اللي تحت، بتبقى طعمها تحفه، بتبقى طعمها كلها تحفه الصراحه. كده بالشكل ده. الكميه اللي انت عايزه تعمليها بقى اعمليها بالطريقه دي. حتى لو تعملي يعني كميه كبيره جدا، ممكن تفرزي اللحمه قبلها بيوم او قبلها بشهر، بيومين، ب3، وبتعملي البطاطس بس كده. والصلصه طبعا بتعمليها زي ما انا وريتكم، وبتعيني الكميه مش هيبقى فاضل الا تعملي البطاطس وخلاص كده تبقى عندك كل حاجه جاهزه. طبعا عندي هنا نص كوبايه من الميه وعليها الصلصه. طبعا هاخد الكميه اللي انا محتاجاها حسب ما عايزه اللون بتاعها يبقى عامل ازاي، ورشه ملح وفلفل اسمر والبهارات اللي احنا بنحبها برضو. الناس اللي بتحب الحاجات الدسمه بقى لو عايزه تضيف عليها معلقه زبده، معلقه سمنه. في ناس بتحب الدسم كتير، كده برضو يعتبر مفيهاش اي نوع من الدهون كتير، مش مليناهاش ولا اي حاجه. وهندخلها الفرن. طبعا بتقعد في الفرن نص ساعه متغطيه، ولو عايزه تحطيها تحت الشوايه بتشيل الغطا بتاعها وبتسيبيها برضو 5 دقايق بتاخد لون من فوق، بس انا ما خليتهاش تاخد لون من فوق علشان بتغمق معايا. فانتوا براحتكم بقى، وتعملوا جنبها شويه رز كده باللسان العصفور او بالشعريه او الابيض، طعمها خطير، وشويه سلطه، يبقى غدوه تحفه او افطار تحفه جميل جدا. والمقادير مش كتير وهدفنا التوفير. يا رب تعجبكم، ما تنسوش اللايك والشير واشتراك في القناه يا بنات. واستودعكم الله، السلام عليكم.